عليكم ورحمة الله. لو جاء شخص واستهزأ في أبوك أو فيك أو في أخوك، والله ما بتنام الليل حتى تنتقم منه، وبتتعب نفسيا وبتضيق فيك الدنيا، فما بالك أن يأتي رجل قذر مثل ناصر القصبي ويستهزئ اليوم في آية من آيات الله وفي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. جابوا آية من آيات الله أزفت الآزفة، جابوها على صيغة التهكم والسخرية. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحصنات الغافلات المؤمنات، يقول المحصنات الناعسات. كفار قريش يا ناصر كانوا أشرف منك، وكانوا يحترمون كلام الله أكثر منك. الآية هذه اللي تستهزئ فيها يا ناصر قراها الرسول عليه الصلاة والسلام على مشركي قريش عند الكعبة، قال أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سجد كفار قريش يا ناصر، يوم سمعوا كلام الله سجدوا، وهم كفار مشركين يعبدون الأصنام، ما سجدوا لله سجدة، تأثروا من كلام الله وسجدوا. أنت والحثال اللي معاك قاعد تستهزئ في كلام الله، قطع الله لسانك وشل الله أركانك. في غزوة تبوك خرج الصحابة وكان معهم مجموعة كانوا صحابة، جلسوا يسولفون قالوا ما رأينا مثل قرائنا أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء. نزل عليهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة، يقول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله وأعز الخلق على الله، خير البرية وأزكى البشرية، اللي طرد من الطائف وطرد من مكة ورمي بالحجارة وخنق ورمي سل الجزور على ظهره، ربط بطنه من الجوع وكسرت أسنانه وشج رأسه في سبيل إيصال هذه الدعوة إلى الناس. تجي أنت في آخر الزمان يا نكرة يا قذر وتستهزئ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ما بيدنا شيء، احنا ما بيدنا إلا احنا ننكر ونبين، لكن أسأل الله عز وجل أن يسلط عليك من يأخذ لنا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. أقل شيء قاطعوا القناة هذه. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.